أنا راقية إبراهيم، الاسم اللي زمان كان بيملى الشاشات والناس تسقف وتضحك وتدمع، بس محدش كان يعرف أنا كنت مين بجد، ولا أنا جيت منين، ولا مشيت ليه وسبت كل ده ورايا. اتولدت في حارة صغيرة في القاهرة سنة 1919 جوه عيلة يهودية كانت متشددة. كنا عايشين وسط ناس طيبين، لكن كنا دايما حاسين إننا مش زيهم، وكان دايما في كلام بيتقال ورا الظهر. أنا أخت نجمة إبراهيم، أيوة نجمة إبراهيم اللي الناس كانت بتخاف من وشها وهي بتعمل أدوار الشر. رجبيهم خطير قبل رجبينا، لو جلدوهم لو كوهم بالنار لا هيجر ولا هيعترف. لكن في البيت كانت أطيب قلب، وكانت دايما شايلة همي وهم العيلة كلها. كبرت وأنا بحب التمثيل، كنت بتفرج على نفسي في المراية، أقلد الممثلات، أغير صوتي، أضحك وأعيط، وكان دايما عندي حلم أبقى نجمة، مش عشان الشهرة لكن عشان أهرب. وأنا عندي 20 سنة دخلت السينما من أوسع أبوابها. أول فيلم ليا كان ليلى بنت الصحراء، وكان أول مرة أحس إن الكاميرا بتحبني. الناس بدأت تحفظ اسمي والمنتجين يطلبوني والمجلات تتكلم عني، بس كان دايما فيه همس، مش همس فني، لأ، همس ديني سياسي وهمس خايف. أنا كنت يهودية في وقت كان فيه كل حاجة بتتغير. الملك فاروق كان لسه على العرش، والحرب العالمية التانية كانت قربت تخلص، ومصر كلها كانت بتغلي. بس أنا كنت بحاول أعيش، أمثل وأفرح، بس في نفس الوقت بدأت علاقتي تتغير، مش بس بالسينما لكن بالعيلة وبالناس. أختي نجمة إبراهيم قاطعتني بعد موقف معين، موقف هو اللي بدأ يحط أول نقطة سودة في سمعتي. في مرة اتقال إني كنت على علاقة مباشرة مع السفارة الإسرائيلية بعد إعلان دولتهم سنة 1948. ساعتها مصر كلها كانت بتغلي، اليهود كانوا بيتقبض عليهم، والناس بقت تشك في أي حد. أنا وقتها سبت مصر وطلعت على أمريكا. كنت فاكرة إني بهرب من وش الناس، بس الحقيقة أنا كنت بهرب من نفسي. بس كان لازم أخلص مهمة انطلبت مني قبلها، وهي الدكتورة سميرة موسى. كنت أعرف إن سميرة موسى عبقرية أكتر من اللازم، كانت بتحلم تخلي النووي في خدمة الناس وتخلي العلم في متناول أي حد، لكن ده مش كان في صالح اللي أنا كنت بخدمهم. أنا ما كنتش بس ممثلة، كنت واجهة، ست جميلة بتمثل وتبتسم، بس ورا الواجهة دي كنت بشتغل لحساب ناس أكبر مني بكتير. اتقال لي سميرة لازم تيجي أمريكا تكمل بحثها هنا، وأنا كنت الوسيط. أنا اللي بلغت الرسالة، أنا اللي عرضت عليها المنحة، وأنا اللي رتبت اللقاءات. وسميرة صدقتني، سافرت وكان آخر سفر. قالوا إنها ماتت في حادث، بس أنا عارفة الحوادث مش بتيجي بالصدفة، خصوصاً لما يكون الاختراع اللي تشتغل عليه ممكن يغير شكل العالم. أنا ما ضغطتش على الزرار، لكن أنا اللي فتحت الباب، واللي بيفتح الباب بيكون شريك في كل اللي بعده. بعد ما سبت مصر سبتها وأنا شايلة كتير شائعات، اتهامات، نظرات كانت بتطاردني في كل شارع. كان القرار صعب، بس خلاص مصر ما بقتش ليا. رحت أمريكا وبدأت من الأول، غيرت حياتي كلها وبقيت راشيل إبراهام ليفي. اشتغلت في العقارات وبنيت اسم في عالم مختلف خالص، بس جوايا لسه في جزء من راقية، النجمة اللي كانت بتمشي في وسط الناس بتحصد التصفيق. لسه في حنين للشارع، لهوا، لريحة زمان. أنا ما بقتش الممثلة اللي بتقف قدام الكاميرا، لكن بقت الست اللي كل يوم بتبص في مرايتها وتسأل هل كان لازم أمشي؟ هل كان ممكن أكمل؟ بس الحقيقة أنا اخترت، ويمكن الاختيار ده كان ثمنه الغربة والوحدة والنسيان. بعد كل حاجة قررت أختفي من الأضواء. ما بقتش راقية إبراهيم النجمة، بقيت بس راشيل إبراهام ليفي، اسمي الحقيقي اللي كنت دايما بخبيه. اعتزلت الفن خلاص، الحياة خدتني في سكة تانية بعيد عن الكاميرات والمسرح. اتجوزت من يهودي أمريكي اسمه ديفيد توماس، وكان هو البداية. الحياة مستقرة هادية ما فيهاش شهرة، بس فيها دور جديد أخطر من التمثيل. سنة 1954 بعد موت سميرة موسى بسنتين كنت في نيويورك، ولقيت نفسي بتعين سفيرة للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة، تابعة للكيان اللي طول عمري مؤمنة بيه، الكيان الصهيوني. ناس كتير اتفاجئوا، بس أنا كنت ماشية في الطريق اللي اخترته من بدري، طريق راشيل مش راقية. أنا مش ندمانة، يمكن في ناس شايفاني خاينة، ويمكن في ناس شايفاني بطلة، بس الحقيقة دايما نسبية، كل واحد بيشوفها بعينه هو. أنا اخترت طريقي من البداية، من وأنا راشيل الصغيرة اللي كبرت وسط خوف وتفرقة، اللي لقيت في الشهرة مخرج وفي الفن سلاح، وبعدين لقيت في السياسة دور أكبر وأعمق. ما دافعتش عن نفسي ولا حاولت أرد، لأني عارفة إن اللي كان
موتي جه بهدوء في أمريكا، بعيد عن مصر وبعيد عن كل اللي عرفني. بس الغريبة إن اسمي لسه بيتقال ولسه الناس بتسأل هي خانت ولا كانت ضحية؟ كانت ممثلة ولا جاسوسة؟ كانت راقية ولا رشيل؟ بس لو عايزين تعرفوا حكايات تانية وأسرار أكتر عن نجوم افتكرتوهم ملايكة وطلعوا حاجة تانية خالص، تابعوا قناة دفتر الأسرار، اشتركوا وفعلوا الجرس وسيبوا تعليق قولوا فيه هل حكايتي فاجأتكم ولا كنتوا عارفين؟